ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. ان شاء الله النهارده تاني حلقه من حلقات انا والمشاعر. وحلقتنا النهارده بتتكلم عن ست متجوزه بقالها 14 سنه، بتوصف حياتها ان هي كانت مستقره، عندها اولاد وحياتها ماشيه تمام عادي. بتقول حياتنا كان فيها تخبطات وكان فيه ضربات ومشاكل كتير بتحصل، العادي اللي بيحصل بين اي زوجين. بس بتقول انا كنت دايما داعمه لجوزي واقفه جنبه، لما كان يحصل اي ضرب مادي او اي حاجه كنت دايما اقف سبورت ليه وابتدي ان انا اساعد. إيه، طول الوقت انا عايزه البيت يمشي وانا اصلا بحبه، على الرغم ان هو دايما ولاؤه لاهله مش ليا، بس انا عرفت ان انا اتعامل مع النقطه ديت. وهو في بعض المميزات اللي انا حباها وعايزه اكمل حياتي. مشكلتها ان هي بتقول فجاه بين يوم وليله لقيته بيقول لي انا محتاج ان انا ابعد عنك شويه، انا تعبان، انا مخنوق، انا حاسس ان انا بتخنق، وحرفيا انا بفكر في الانفصال. فبدأنا إن إحنا نتكلم أكتر، طبعًا هي منهارة، بدأت إنها تحكي لي، فاكتشفت إن هي حد عنده قدر كبير جدًا من العطاء، قدر كبير جدًا من التفاني، ست ب100 راجل زي ما بيقولوا، وتدعم جوزها وتقف جنبه، شخصية يعني perfect. بدأنا نتكلم أكتر وهي جاية من خلفية اجتماعية إن الأب والأم منفصلين، ده طبعًا عمل لها تروما وهي صغيرة. وبالنسبة لي هنا ده كان سبب التفاني والحب والعطاء اللي بزيادة اللي هي كانت فيه، إن مشاعر الخوف هي اللي مسيطرة عليها. مشاعر الخوف من إيه؟ مشاعر الخوف من الفشل، مشاعر الخوف إن هي تعيّش أولادها نفس التجربة الصعبة اللي هي مرّت بيها وهي صغيرة، وهي الانفصال الأب والأم. فده طول الوقت كان بيخلّيها تدوس على نفسها أوي، أوي، أوي. طول الوقت كان يخلّيها بتعمل حاجات مش مطلوبة منها وتتنازل عن جزء كبير من كرامتها، وجزء كبير عن حقوقها، لمجرد إن البيت دوّة يتنّيه قائم ويتنّيه ماشي. ده طبعًا ومع الأسف لمّا بابتدي أتعامل مع أي حد بتفاني كبير أوي كده، وأدوس على نفسي علشان أتغلب على مشاعر الخوف اللي عندي، وطول الوقت إن أنا أطمن نفسي، فأنا باكوّن فرعون صغير. يعني واحد باكوّن راجل ممكن في لحظة ييجي يقول لي أنا اتخنقت من الاهتمام اللي أنتِ بتهتميه بيّا. طول الوقت أنتِ بتطبطبي وبتدلّعي وبتدّي وبتتفاني، هو ممكن أصلًا ينجذب لواحدة يا دوبك بتعمل له ساندوتش جبنة ويبقى بطماطم وهو كده مبسوط وشايف إنها عملت له أحسن حاجة، وأنتِ قاعدة تعملي كل الحاجات الجميلة اللي في الدنيا، هو شايف إن أنتِ بتخنقيه. وهنا معلش اسمحوا لي أنا مش هاتكلم عن الطرف التاني، لإن أنا ما أعرفش خلفيته، وكمان ما عنديش القدوة إن أنا أتحكم في تصرفاته. فبغض النظر اللي بيعمله غلط أو صح مش دي مشكلتي، دايمًا هيبقى كلامي على الشخص اللي اتكلم معايا واللي عنده المشكلة واللي متألم. طيب في حالة زي دي المفروض إن الست تعمل إيه؟ والله مش مطلوب منها تعمل أي حاجة غير إنها تسيبه. تسيبه. تسيبوا بقى إن هم يتطلقوا، تسيبوا بقى إن هم يبقوا عايشين كأنهم مش عايشين مع بعض، بس لازم تسيبه. لازم يحصل له تروما، لازم يحس بأهمية الست اللي معاه، لازم يحس بكم العطاء والتفاني اللي أنتِ كنتِ بتتفنيه. لكن مع احترامي ليكِ أنتِ مش مديّة له فرصة يحس، أنتِ طول الوقت محاوطاه، طول الوقت خانقاه، طول الوقت خايفة يزعل. فأنت لو زعلت من كده لا، لا، لأ، ده أنا هاعمل كذا، كذا، كذا. خلاص هو أنتِ بتخنقيه، وبدل ما يقول يا سلام ده أنا إيه ده، إيه الحظ الجميل اللي أنا فيه ده، ربنا وعدني بست هايلة، أنا اتخنقت، أنا زهقت، سيبيني بقى في حالي يا ست شوية. عارفة إن كلامي ممكن يكون قاسي، بس هي ديّة فعلًا الحقيقة. ساعات لمّا بنحب حد أوي، أو لمّا بنبقى خايفين من حاجة أوي، الخوف ده بيخلّينا بنعمل تصرفات مش منطقية، حتى لو في ظاهرها كويس، إن هي أنا حنينة أوي، باحب أوي، بس ساعات الحب الزايد عن اللزوم بيخنق، العطاء الزايد عن اللزوم بيعلّم الاستباحة. فمش مش صح، مش حاجة صح إن أنتِ تبقي بتدوسي على نفسِك أوي كده وبتدّي أوي كده، وأنا مش شايفة المقابل الفظيع، حتى لو أنتِ شايفة إن هو بيحبِك، ده مش صح. فلو سمحت مش مطلوب من أي ست إن هي تبقى متفانية بزيادة، مش مطلوب إن الخوف يبقى مسيطر عليَّ يخلّيني آجي على نفسي وأعمل تصرفات. عادي كلنا ممكن نفشل، حضرتِك عملتِ كل حاجة عشان ما تفشليش، بس في الآخر ممكن لا قدر الله يحصل طلاق. ف زي المقولة اللي بتقول: "إن أحببت شيئًا بشدة فاتركه، فإن عاد إليك فهو ملكك للأبد." فهو دوّة المبدأ اللي إحنا هنطبّقه في حكايتنا. ويا ريت ما نخلّيش مشاعر الخوف تخلّينا نعمل أي تصرفات تيجي على حياتنا وعلى كرامتنا وعلى حقوقنا. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.